لان كل واحد فينا ابن بيئته وابن وقته، وبنبقى منتمين له اكتر والحنين له بيبقى اعلى. بس احنا افتقدنا الحميميه والقرب مع الناس. اتعلمنا في اول شغلنا في مجال الطب والعلاج النفسي انه دايما مرتبط جدا بالبيئه والمجتمع اللي موجود فيه. عشان كده احنا في باب الخلق واهلها هنقدم سلاسل من البودكاست هنحاول فيها على قد ما نقدر ان هي تكون قريبه من واقع مجتمعنا والبيئه بتاعتنا. اول سلسله خالص هنبدا بيها اسمها مع اشرف شعراوي، العزيز جدا والغالي جدا دكتور اشرف شعراوي. الله يخليك. يعني احنا النهارده في ضيافه حضرتك وحضرتك منورنا جدا. الله يخليك. طيب، مع حفظ الالقاب احنا محتاجين نعرف مين هو اشرف شعراوي. طيب نبتدي من الاول بقى. انا مواليد سنه 1957 شهر اكتوبر، برج العقرب، لعائله تنتمي للطبقه المتوسطه. والدي كان موظف في وزاره الاتصالات، والدتي كانت مدرسه ابتدائي. احنا 5 اخوات، الكبير مهندس مدني، وبعديه استشاري امراض مناعه وروماتيزم، وبعدين انا، وبعدين الاثنين الاصغر مني توأم، واحد استشاري عظام واحد استشاري مسالك بوليه، وانا اتعلقت في النص. طبعا انت عارف انا بضحك ليه؟ علشان اللي هو الوسطاني ده بقى له كده كاركتر معين. طب فهنرجع قدام يعني بعد شويه. انا اتولدت في مدينه المنصوره، ايام ما كان اسمها يعني كان بيطلق عليها جزيره الورد. هي كانت فعلا كانت مليانه بالجناين وقتها، كانت شوارعها جميله ونظيفه وكانت يعني هاديه. انا كنت ساكن في حي المختلط. حي المختلط ده كان له خاصيه، معناه هو كان مختلط فعلا. كان احنا عندنا جاليه لونيه فيه واللي هم محلات، وكان حتى شكل المباني فيه كانت مختلف شويه، شبه مباني كده وسط البلد، اللي هي الكاركتر بتاع وسط البلد. كان معظمهم ينتمي للطبقه المتوسطه، وكان الاهالي قريبين جدا من بعض، وكان المجتمع ساعتها كان له كده يعني تكاتف مع بعضه. احنا دايما بحب اقول ان احنا كان باب شقتنا في العماره اللي كنت ساكن فيها كان مع باب العماره. الشقق كلها كانت مفتحه مع بعض، الناس كلها كانت متكاتفه جدا، يعني كان الناس قريبه من بعضها قوي. وكان الشارع كله يعني عارفين بعضنا وعايشين زي ما يكون كده في يعني كان نسبه الامان حتى ان احنا نزعل في اللعب على الشارع وكده يعني. وانا في ابتدائي واعدادي وثانوي كنت غاوي جدا العب كوره وفي الشارع بالذات، وكان في دماغي كده مشروع ان انا يعني ايه انتمي لكارير الكوره، بس طبعا لم يسمح لي يعني ان وقتها كان التعليم كان التعليم كان مهم جدا. وانا كنت بس عملت المعادله بتاعت ان انا ابقى شاطر شويه في المدرسه وقصاد ان يسيبوني العب كوره. وكنت يعني كانت في خلطه كده غريبه شويه، ان انا كنت شاطر جدا وبطلع من الاوائل على المدرسه في ابتدائي يعني واعدادي وكده، بس كنت شقي جدا وكثير المشاكل. والمفارقه كانت والدتي كانت مدرسه في نفس المدرسه اللي انا كنت فيها ابتدائي، وكانت هي يعني سيده منضبطه جدا ويضرب بها المثل في الالتزام، وطبعا لما يكون لها ابن كثير المشاكل وطول الوقت في علامات استفهام على سلوك في المدرسه. ما كنتش قليل ادب ولا حاجه، لكن بس كان في كنت شقي. فكان ده بيسبب لها حرج شديد جدا في المدرسه، وكان ساعات في بعض الاحيان كده ينال لي بعض العقاب. يعني مش هنقول بقى كان العقاب عباره عن ايه، بس كان ينال لي بعض العقاب لمحاوله ضبط ادائي في الحياه. بس برضه انا كنت دماغي كانت ناشفه شويه يعني، وكنت ايه مش سهل نعمل كده. كانت الميزه في المدارس اللي احنا اتعلمنا فيها ابتدائي واعدادي وثانوي، اللي هو احنا كنا بنتربى في المدرسه فعلا، مش كانت مجرد مكان لتلقي العلم، لا بالعكس، كان في نماذج من المدرسين والمدرسات اللي بيدرسوا لنا واللي بيرعونا، مش بس بيدرسوا لنا، ممكن الاحتذاء بيها. عشان كده لما كنا بنيجي نشكل هوياتنا كان بيبقى فيه ثراء في اللي هم الايه الناس اللي احنا ممكن نقتدي بيهم، النماذج اللي احنا ممكن نقتدي بيها. وكان المجتمع وقتها في الستينات ولحد نص السبعينات كان في ثراء كبير جدا في كل الاتجاهات. يعني منين ما هتبص بقى هتلاقي حتى مثلا بدايه من قرايه القران، الانشاد الديني، الناس اللي بتوع الفن، ممثلين او مغنيين، كان في ثراء في الحياه عامه، وكان عندك القدره انك تشوف الحاجات دي كلها. المجتمع بعد كده اختلف عن زمان، وما عادش فيه نفس الحميميه ولا القرب اللي كان موجود زمان.
وحصل شويه تباعد بين الناس وما عدناش قريبين من بعض زي الاول. مم. فده كان يعني بالنسبه لجيلي، ده بالنسبه لنا كان لما بشوف ان ده مش يعني انا مش مستمتع بده، مش هقول احسن او اوحش الحقيقه يعني، لان كل واحد فينا ابن بيئته وابن وقته، مم. وبنبقى منتمين له اكتر والحنين له بقى اعلى. بس احنا افتقدنا الحميميه والقرب مع الناس، وان احنا نبقى طول الوقت كده في حياتنا ثريه بمن فيها. بعد ما سمعت حياتك كده كأني تخيلت شكل المجتمع وحضرتك بتوصفه، وده يخليني اسال حضرتك، هو ده اثر على توجهات حضرتك ازاي في الحياه؟ هو كان في حاجه خطوط واضحه بالنسبه لنا كنا بنتحرك بيها في الحياه. الاول احنا كان مثلا مساله انك تبقى شاطر في المدرسه او شاطر في التعليم، ده كان مهم جدا. مساله اتباع الاخلاق والعرف كانت مهمه جدا. حتى في الرياضه، التفوق الرياضي كان له اثره في انك انت في نظره المجتمع ليك. مم. وانا كانت علاقتي بالرياضه كانت قويه جدا، ولحد فتره يعني لحد ما قربت على 50 سنه كنت بمارس الرياضه بشكل منتظم. للاسف دلوقتي ما بمارسهاش بالشكل المنتظم ده. كنت يعني دلوقتي اكتر حاجه بعملها ان انا بمشي على رجليا يعني. لكن كان طول الوقت كان الرياضه بتلعب دور مهم جدا في حياتي وبمارسها. وكان حتى انا مثلا كنت بلعب كره في الاساس، لعبت شويه فولي. السله فشلت فشل ذريع جدا في ان اتعلمها وان العبها. مع ان حضرتك طويل. لا لا، بالنسبه للسله انا طبعا قصير يعني مش طويل ولا حاجه. مم. بس حتى ما عنديش مهاره السله وان انا العب على باسكت، كان موجود عندي المهاره دي خالص. بس كان نفسي طول عمري اتعلم التنس. بس وقت ما احنا كنا في سن الصغيرين او الشباب ما كانش في امكانيات عندنا ماديه ان احنا نلعب تنس. التنس كان يعني رياضه مكلفه جدا، مم. فما كانش في ده، وكانت الملاعب قليله قوي. فاول ما جات لي فرصه ان انا اتعلم التنس، اتعلمت تقريبا وانا عندي 40 سنه. يا واتعلمت على السكواش. مم. كان عندي نهم غريب جدا للرياضه، وبتعلم بسرعه قوي. وده الناس كانت مستغربه جدا، بتتعلم ازاي الاتنين مع بعض، الميكانيزم بتاعهم مختلف. بس انا كان عندي نهم في المنطقه دي قوي، ان انا ابقى يعني طول الوقت بمارس الرياضه. وكانت بتبقى بالنسبه لي اليوم اللي بلعب فيه الرياضه ده بيبقى مزاجي فيه حلو. وده عمل قناعه عندي حتى في شغلي حاليا، بقى جزء مهم من تعاملي مع العملاء بتوعي ان هم يمارسوا الرياضه. مم. وعلى مختلف ثقافاتهم، على مختلف سنهم، على مختلف راجل او ست او كده، الناس بقى مستغربه. بس بعد كده لما حد بيجرب بجد بقى كده بيقول لي لا ده انا فرقت معايا. مم. التفوق العلمي كان مهم جدا، وما كانش مسموح ليك انك انت تبقى ما بتذاكرش او ما بتأديش شغلك. انت كنت جزء من خليه بتتحرك. يعني احنا مثلا كان المجتمع معظم الناس اللي حوالينا كان الراجل والست بيشتغلوا. مم. وكان فكره بقى المساواه بين الراجل والست بتاع ما كانش بتتقال بقى بق كده وخلاص، لا، دي كانت متمارس فعلا على ارض الواقع. الراجل والست كانوا بيشتغلوا، الراجل والست كانوا بيصرفوا على البيت، الراجل والست كانوا بيتعاونوا في البيت. يعني انا شفت والدي بيعاون والدتي في البيت، وكان ده بالنسبه له حاجه عاديه جدا ان هو يساعد والدتي في البيت. ووالدتي بتشتغل، وانا ما اعرفش انا اتربيت بفلوس مين فيهم. مم. الفلوس الاثنين كانوا بيتحطوا على بعض، واحنا وبنصرف منها. مفيش حد عمره قال للتاني انا حقي ايه ولا انت عملت لي ولا خالص. كان في تعاون كده طول الوقت ان المركب تمشي. مم. وهي الظروف الماديه ما كانتش عاليه قوي وقتها، بس كان تكاتف الناس. وكان الناس كل واحد عارف دوره. كان مخلي الدنيا في المصاريف اقل. يعني ما كناش بس باخد دروس خصوصيه، قال يمكن لما كنا في ثانويه عامه مثلا او في اعداديه بياخد درس، ولا حتى في ثانويه عامه كنا ناخد مثلا درس في ماده او مادتين وراجع. ما كانش فكره انك انت تاخد في كل المواد. وده طبعا يتحسب بشده للمدرسين اللي درسوا لنا، الواحد يذكرهم بكل خير بجد. وكانوا نماذج رائعه في حياتنا بجد. وكان كل واحد فيهم بيحاول جدا انه يؤدي دوره على اكمل وجه ويتقي ربنا فينا. فكان عشان كده كان فكره انك انت باقل الامكانيات لا كنت بتعرف تربي ولادك، وكنت بتعرف تخليهم يعني يخشوا جامعه. وكان الناس مثلا واحد بس يبقى عنده 4 أولاد او 5 أولاد وكده. احنا كنا في وقت من الاوقات كنا 5 اخوات في الجامعه مع بعض. مم. انت متخيل؟ مم. متخيل ده لو موجود دلوقتي؟ مش قادر اتخيل. لا بجد، ده ممكن يصرف قد ايه فلوس قد ايه. مم. بس كان في لا، المجتمع كان مختلف. عشان كده انا طول الوقت بحس ان احنا يعني الفتره بتاعتنا انا اقرب ليا. مم. دلوقتي انا ببقى مش يعني مش هقول لك اوحش، ما اقدرش اقول كده طبعا. مم. بالعكس ممكن يكون في مميزات عاليه دلوقتي برضه في المجتمع.
بس القرب ودفع الناس لبعضها ودعم الناس لبعضها ده كان مخلي الامور اسهل وابسط والضغوط اقل رغم قله الموارد الماديه. الحياه كانت رخيصه جدا طبعا، لكن الموارد الماديه برضه كانت قليله قوي. يعني كان تخيل مثلا رقم كده في الستينات مثلا كان الموظف مثلا بياخد مثلا 20 جنيه 28 جنيه 28 جنيه الموظف المميز. انا ايوه الجنيه كان له قيمته بجد، او يعني كان كده، ومع ذلك الناس كانت قادره تعيش وقادره طبعا مش زي يعني مش يعني ما كانش زي دلوقتي. يعني كان الشارع احنا كنا ساكنين فيه ده المنطقه دي انا فاكر كان فيها 3 عربيات. الوقت في نفس المنطقه دي او في اي منطقه اخرى ممكن تلاقي 3 عربيات دول في بيت واحد في شقه واحده، مش في عماره، في شقه واحده. مع ذلك كانت الناس انا كنت بحس كده كانت اروق واهدى واكثر استمتاعا بالحياه. حتى التلفزيون لما كانوا بيدوسوا قناتين، حتى الراديو لما كان الحاجات دي كان بتبقى يعني في كده مشبعه الناس داخليا. الوقت الوضع اختلف، بقى في صرع وفي جري في كل الاتجاهات، وفي يعني فكره تلم المزيد في كل الاتجاهات، وبقت المقارنات صعبه وحتى الناس تحت ضغط عالي جدا، فبقت الحياه ضغوطها اعلى واصعب. ده حقيقي. هو يعني الاختلاف اللي حضرتك بتشاور عليه دلوقتي في المجتمع، انا فاكر لما كنا بنحضر مع حضرتك البودكاست انه هو ده الاساس اللي خلاك تفكر في المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها. طيب ايه المواضيع؟ كنت عايز احتفظ بيها سر بس انت كده يعني احنا مش هندخل بالتفصيل. هقول علشان خاطرك. اوكي. اول موضوع فكرت فيه اللي هي العلاقات الزوجيه. ومدى تاثير تغير المجتمع عليها وعلى جودتها وعلى مشاكلها وعلى ازاي تتحل المشاكل دي. تاني موضوع فكرت فيه اللي هو موضوع الخيانات الزوجيه. وتاثير بقى طبعا الانفتاح والسوشيال ميديا والحاجات دي اللي حصل، والاختلاف النظره ليها في المجتمع الحالي. تالت موضوع فكرت فيه اللي هو الادمان. هو طبعا واحنا في صغيرين كان في ناس مدمنين في المجتمع بس ما كانوش بالكاركترز الموجوده حاليا، ولا بنفس هذا الكم ولا بنفس هذا العدد، ونوعيه المواد اللي كانت مستعمله. ده حصل فيه اختلاف ضخم جدا من ناحيه العدد، من ناحيه نوعيه المواد اللي بيستخدموها، من ناحيه اثار الادمان على الشخص نفسه وعلى اسرته وعلى المجتمع عامه. في كمان موضوع اللي هو اضطرابات الهويه بتاعت اللي هو المراهقين والشباب، وان هو ازاي بقى في دلوقتي في صعوبه في تكوين الهويات نتيجه الصراعات اللي موجوده في المجتمع. في كمان اللي هي فكره الاكتئاب عند المراهقين. واللي يخض في الحدوته بقى حالات الانتحار اللي بتحصل والنسب العاليه بتاعتها اللي بدأنا نسمع عنها نتيجه العلاقات اللي هي العاطفيه اللي ساعات بتحصل، ويحصل فيها مثلا اللي هي الايه بنسميها ان احنا البروكن هارت، او ان هو ما تكملش. فبيبقى مش قادرين يحتملوا موقف زي ده، ومفيش حد يحتوي ده ولا حد يبقى قريب بحيث ان هو يقدر يدعم. بالعكس المجتمع ساعات يروح ضاغط يعني ورافض وكده، فيتزنق في كورنر عيني، ما يبقى قدامه سهل ان هو يروح مرتكب الحاجه دي. فده برضو لفت نظري جدا، وازاي نشتغل على ده. الموضوع الاخراني اللي هو كبار السن بقى وزياده حالات الاكتئاب اللي فيها، وبرضو حالات الانتحار، وازاي نقدر نساعد الناس دي وندعمهم ونخليهم ما يوصلوش لمرحله ان هم يصابوا بالالزهايمر، او لو وصلوا بيه ما يبقاش التدهور سريع، ويكرموا في اخر ايامهم. بلاش اخر ايام ده، يكرموا في المرحله الاخيره من العمر دي، يكرموا فيها، وازاي يبقوا هم ايه هم مش موجودين في الحياه بشكل فاعل بس لهم دور. طبعا ازاي الدور ده يبقى موجود، وازاي ان احنا ندعمهم فيه، وازاي نبقى الحياه بالنسبه لهم احلى. ده حقيقي. فانا فكرت في الموضوعات دي لانها كلها مرتبطه بالتغيرات اللي حصلت في المجتمع، والتغيرات دي اثرت على شغلنا مع الناس. ده حقيقي. في المنطقه دي حضرتك يعني شاورت على مواضيع فعلا كلها مرتبطه بشكل المجتمع وقت او جيل حضرتك وشكله النهارده عامل ازاي. انا هعتبر نفسي ان انا من الجيل الوسطاني اللي لسه بشوف الجيل بتاع ولادي هو بيكبر، وبشوف التغير حضرتك بتقولها دي. المواضيع دي كلها مواضيع حساسه فعلا. انا اعتبرها كده برضه. طيب يا دكتور اشرف، احنا عايزين بقى نعرف الناس، احنا في السلسله دي هنبدا بانهي موضوع؟
وانا هبدا بموضوع العلاقات الزوجيه، لان هي اولا مهمه جدا بالنسبه للناس، مهمه جدا بالنسبه للمجتمع. لما الواحد بيكون عايش حياه زوجيه مستقره بتفرق جدا معاه، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. يعني ايه جواز، يعني ايه حياه امنه مستقره، ايه شروطها، ايه المشاكل اللي ممكن تكون موجود فيها، كل الكلام ده هنتكلم فيه ان شاء الله. شكرا دكتور اشرف. العفو.